بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: الشام السراق، الخطر الأكبر في مواجهة الصليبيين. حركة الصليبية حركة تفكيكية، كي يهزمك لابد من أن يفككك، مع إدراكي أن المسلمين بصراعاتهم السياسية فككوا أنفسهم قبل أن يأتي المشروع الصليبي الذي هو مشروع تفكيكي بشكل كبير. وإقامة الإمارات الصليبية، الروح 1097، أنطاكيا 1098، طرابلس 1109، بيت المقدس، السيطرة على الساحل، كل هذا من أجل تفكيك الوحدة الجغرافية التاريخية الأصلية. الدراسات التي تسمى أكاديمية ويتم تخصيص مناطق للدراسة وتصور أن هذه هي قلب الأمر، لا. الشام السراق، الوحدة الجغرافية والتاريخية بين مصر وبلاد الشام العربي. ما هو بصراحة أخطر عام في القرن الثاني عشر؟ طبعا أسهل شيء 1144 إسقاط الروح. هذا حدث خطير، أول إمارة صليبية تم إقامتها أول مرة تصل. 1170 هذا عام فارق. المؤرخون الغربيون لا يهتمون بهذا العام ويشككون في قيمته ويصورون دور صلاح الدين كانقلاب قسري، ويتهمونه بأنه غدر بالفاطميين. الفاطميين غدروا بأنفسهم قبل أن يغدر بهم أحد. ما أهمية 1170؟ عودة مصر إلى المعسكر السني ووحدة الشام السراق، وهو أمر سيتضح تماما عمليا ب 1174. قامت حركة الجهاد الإسلامي الموصل، حلب، دمشق، وتأخر ضم القاهرة لوجود الدولة الفاطمية كحاجز مذهبي يفرق المسلمين. لكن 1170 العملاق المصري يدخل في ساحة الجهاد، فتكون حركة القاهرة، دمشق، حلب، الموصل. وليس بغريب أن بعد 16 عاما فقط من إخضاع القاهرة للسيادة العباسية خلال الدولة النورية يتم إسقاط مملكة بيت المقدس الصليبية. إذن فنحن أمام مشروع وحدة في مقابل مشروع تفكيك. هذه نقطة مهمة. الدراسات التي تصور الأمر إن أتابكة الموصل فقط، لا. بلاد الشام فقط، آسف. مصر فقط، آسف. من قبل أستاذنا عبد المنعم ماجد أعد بحثا منه المصريون وحدهم حركوا بيت المقدس، فصار ضده الكثيرون في جماعة الغاية. كيف هذا يا دكتور؟ جيش صلاح الدين ده؟ طبعا هذا أخطر شيء تأسيس التاريخ، وأسهل شيء قراءة النصوص وقولبة النصوص، وكل النصوص يقول هذا بينما قرأت بصورة ذهنية سابقة. إذن فنحن أمام مشروعين: مشروع الحرب المقدسة عندما تم تحريب المسيحية في مواجهة الجهاد، ومشروع التفكيك في مواجهة الوحدة. هذه نقطة. الباحثون الذين يدرسون موضوعات محددة ويتصورون هذا الموضوع هو مركزي، بالراحة، هذا جزء صغير من الصورة الكلية. ماذا عن مشروع الوحدة الجغرافية والتاريخ؟ عندما أتى الاستعمار إلينا باتفاق المجرمين الكبيرين فرنسا وبريطانيا تقسيم المنطقة، ومن خلال التقسيم زرع كيان سرطاني في المنطقة في فلسطين العربية إلى يوم القيامة، ولا يزال التفكيك مستمرا من خلال وسائل التدمير الاجتماعي الذي هو هذا هو اسمه الحقيقي وليس وسائل التواصل الاجتماعي. وانظر كيف تكون الأمور. إذن الوحدة في مواجهة التفكيك، هذه نقطة رئيسية. واكتسب الغرب خبرة تاريخية في التفكيك، حتى بعد أن غادر مناطقنا زرع لنا ألغاما كي نتعارك ونتشاجر
ونتصارع، وتعمل مصانع السلاح لديه بكفاءة كي نشتري الأسلحة. انظر، إذا نحن أمام خبرة استعمارية أي استدمارية في التفكيك. وتم استعمال الإسلام السياسي لتفكيك أوطان بشعارات ظاهرها نبيل، لكنها في الحقيقة غادرة خائنة لعملاء تم تمويلهم من الغرب. انظر كيف تكون الأمور. الآن من يرفع شعارات دينية يتضح دون أنه عام طبعا الدين معاملة، أما دعاوى طائفية وعرقية ومحاربة المسيحيين العرب وهم جزء أصيل من المجتمعات العربية، هذا ما تريده إسرائيل وما يريده الغرب، لكي تظهر هذه الدويلة كأنها واحة الديمقراطية والأمان في عالم مضطرب. الحذر الحذر، ولا يزال أمر التفكيك موجودا ومستمرا بخبرة استدمارية مستمرة. شكرا جزيلا.